يقول أحد المحافظين على صلاة الفجر: أخجل من الله عز وجل إذا نادى المنادي للصلاة وصدح بصوته يقول: الصلاة خير من النوم، فأعجل لتلبية نداء ربي عز وجل حبا لله وتقربا إليه وخجلا. فما بال الذين لا يسمعون وإذا سمعوا لا يلبون؟ أين سيذهبون بوجوههم من الله عز وجل؟ تحتل صلاة الفجر مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولها فضل كبير، حيث قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هي صلاة خير من الدنيا وما فيها. وذكر الله عز وجل في كتابه القرآن الكريم فيه سورة كاملة باسم الفجر، وجعل الله عز وجل فوائد صحية لجسد من يصلي صلاة الفجر، فتابعوا معنا. جعل الله عز وجل من يحافظ على صلاة الفجر في ذمته جل في علاه، أي في ضمان الله تعالى وحفظه ورعايته في الدنيا والآخرة. قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله المحافظة على صلاة الفجر في جماعة. وتشهد الملائكة الكرام عليهم السلام صلاة الفجر لعظيم فضلها. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتناوب على حراسة البشر، فطائفة تحرسهم ليلا وطائفة أخرى تحرسهم نهارا. تصعد ملائكة الليل بعد صلاة الفجر فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ وهو جل جلاله في غنى عن سؤالهم هذا، لأنه عليم بهم، وإنما يسألهم عن ذلك في الملأ الأعلى تنويها بشأن بني آدم وبيانا لفضلهم، وليباهي بهم الملائكة عليهم السلام. فيقولون: تركناهم وهم يصلون صلاة الصبح وأتيناهم وهم يصلون صلاة العصر، فهم في صلاة دائمة. وكذلك يسأل الله عز وجل ملائكة النهار فيجيبون بمثل ما أجاب به ملائكة الليل. أما الفوائد الصحية التي يجنيها جسم الإنسان بيقظة صلاة الفجر فهي كثيرة، منها الاستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل. وقد تبين أن الإنسان الذي ينام ساعات طويلة وعلى وتيرة واحدة يتعرض للإصابة بأمراض القلب، وخاصة مرض العصيدة الشرياني الذي يؤهب لهجمات خناق الصدر، لأن النوم ما هو إلا سكون مطلق، فإذا دام طويلا أدى ذلك إلى ترسب المواد الدهنية على جدران الأوعية الشريانية الإكليلية القلبية. ولعل الوقاية من عامل من عوامل الأمراض الوعائية هي إحدى الفوائد التي يجنيها المؤمنون الذين يستيقظون في أعماق الليل متقربين لخالقهم بالدعاء والصلاة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال جل جلاله مرغبا في التهجد في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. وناشئة الليل هي القيام بعد النوم. ويزداد إفراز الجسم لهرمون الكورتيزون وقت صلاة الفجر، وهو ما يعرف بهرمون الحياة، وهي هرمونات لازمة توفر الحماية من العديد من الأمراض. وتكون أعلى نسبة لغاز الأوزون O3 في الجو عند الفجر، وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس. ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي، وهو منشط للعمل الفكري والعضلي، بحيث يجعل ذروة نشاط الإنسان الفكرية والعضلية
في الصباح الباكر، ويستشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر الجميل المسمى بريح الصبا، يستشعر لذة ونشوة لا شبيه لها في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. إن أشعة الشمس عند شروقها قريبة إلى اللون الأحمر، ومعروف تأثير هذا اللون المثير للأعصاب والباعث على اليقظة والحركة، كما أن نسبة الأشعة فوق البنفسجية تكون أكبر ما يمكن عند الشروق، وهي الأشعة التي تحرض الجلد على صنع فيتامين د. عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي إن نعيم ثواب الركعتين سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي من متاع الدنيا، فنعيم ثواب ركعتي الفجر خير من كل ما يتنعم به البشر في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. وفي هذا الحديث بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل، ينزل نزولا يليق به جل جلاله، فإنه يجب الإيمان بما ورد في ذلك وأمثاله عن الله عز وجل من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تمثيل، إذ ينزل ربنا سبحانه إلى السماء الدنيا، وهي السماء الأولى القريبة من الأرض والعباد، وينادي سبحانه في عباده ويقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. اللهم لا تحرمنا قيام الليل، ولا تحرمنا صلاة الفجر فرضا ونفلا، ولا تحرمنا رؤية وجهك الكريم، ولا تحرمنا عبادتك وطاعتك والقرب منك، وثبتنا ربنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.